ايوه ايوه ماشي، انا بصور نفسي. احنا معاك. طب اهو. بصوا يا جماعه، الكرسي ده اي نعم متكسر وبتاع، بس انا لقيته امبارح عند الزباله اللي هناك دي، معرفش لو شايفين، بس في كرسي تاني ورا العربيه. الكرسي ده كان جنبه وعجبني الصراحه، يعني حسيته كده كرسي اثري، واي نعم من تحت لو بصيته متدمر تماما، لسه هنظبط الحته اللي تحت دي، ولكن عجبني شكله المبدئي، ماشي مع الكراسي بتاعت القهاوي اللي جبناها من العتبه. الحاجات دي مش حاجاتنا يا جماعه، بس للتوضيح حاجات زمايلنا اللي بيجوا، فيعني ايه ما Don't be too fast to judge. خلينا نخش بقى نشوف يومنا يبدأ ازاي. يا هيثم، ايه قاعد بتعمل ايه؟ ساعة كده. المفروض عندنا ميتنج في برج القاهرة، هنبقى نحكي لكم شوية قدام ايه اللي رايحين نعمله بالظبط في برج القاهرة، ولكن هيثم قاعد بيجهز البرزنتيشن اللي هنستخدمها في البرج. وبداية يوم كانت متأخرة شوية لينا، يعني بما اننا بنسهر فطبيعي ان احنا نصحى شوية، لكن احلى حاجة ان الواحد يصحى ويبقى قدامه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. سامعين صوت الاذان كمان. نقعد كده على كراسينا الحلوة ونستمتع بالفيو اللي تحت دي. لكن ايام المدارس بقى بيبقى الموضوع متعب شوية، يعني على الصبح وعلى العصر كده بتبقى الدنيا هنا يا جماعة ضرب نار، عربيات بقى واللي جاي ياخد اولاده واللي مش عارف ايه. لكن حاجة تزعل يعني ان بصوا، مع ان في اجانب مالية الشارع، ولكن تلاقوا ورق ومناديل وبتاع، فالواحد مش عارف يعمل ايه يا جماعة في الموضوع ده. يعني نتمنى الواحد يوصل في يوم ان هو يبقى ناجح جدا، ان هو يقدر مش عارف يعمل حملة ولا ايه اللي يقدر يعني يحل الموضوع ده، لكن هنتصرف واحدة واحدة. بس نبدأ بقى يومنا، ونسينا نقول لكم طبعا حابب صحباتي، اهلا بيكم في يوم جديد ومغامرة جديدة. وصلت لايه؟ هنقفل الديل ولا ايه؟ خلاص كده، خلاص احنا معانا السلايدز دان. هبعتها الكشك دلوقتي وكنا يا جماعه هيثم بقالي حوالي شهر ونص بقنعه ان هو ينزل بالحلقه الجديده، فنزل لكم على اليوتيوب مش بحلقه واحده، هو عمل 3 in 1، عمل 3 حلقات في ابيسود واحد، لان هو كان عنده سيريز كده متاخر فيه شويه، اللي هو السيريز بتاع الاب اللي بداها وحصل بقى مشاكل والكلام ده كله، والاب اتسرقت منه، كلام كبير يعني. فلو حبيتوا ان انتوا تتفرجوا برضو على السيريز بتاعته هتلاقوها على الشانل بتاعته. والمفروض بقى ان دلوقتي الاب اللي هو كان هيعملها الاول ويعني حصل فيها مشاكل، دلوقتي بنحاول ان احنا نعملها برضو كجزء من البروجكت الكبير بتاعنا اللي هو ماي ايجيبت، وكم حاجه تانية بتخدم على ماي ايجيبت، وماي ايجيبت تخدم عليهم والحاجات دي. هنخلص بس الروتين الصباحي بتاعنا وبعدين ناخدكم بقى معانا، ناخدكم الميتينجز، يعني انتوا خلاص بقيتوا عيله يعني. يلا هستناك على القهوه، الكافيه مش القهوه. يلا باي باي. بما ان الاسانسير اللي عندنا قديم شويه، لازم تفتحوا الباب الخارجي والباب الداخلي او الابواب الداخليه، قصه طويله كده، فبيبقى اسرع ساعات ان الواحد ينزل يتمشى على رجليه كده ويطلع على رجليه برضه، لان الصراحه موضوع يعني بيستاهل، بس لما تكونوا شايلين حاجه تقيله مثلا او معاكم ضيوف والكلام ده كله. بس يا جماعه كنت بقول لكم على موضوع الزباله، الراجل اخيرا جه وقرر ان هو ينظف شويه. حاجة الصراحة بستغربها لحد دلوقتي، المقاشة اللي بيستخدموها هنا في تنظيف الشوارع، المقاشة اللي هي بتبقى معمولة من ورق شجر ولا مش عارف بتبقى معمولة ايه بالظبط، لكن بحسها يعني ما بتنضفش قوي، بحسها كده اللي هو ايه بتلم كل حاجة في كوم وبعد كده خلاص، ما بيعرفوش ان هو يلموا او يشيلوا الحاجة اكتر من كده. موضوع غريب يعني. انا كنت متخيل ان مدينة زي القاهرة محتاجة بقى مقشات تقيلة وحاجات بتشفط والكلام ده كله، لكن الموضوع هنا مش منتشر قوي. نخش بقى على عربية الفول بتاعتنا. السلام عليكم. سلام. 4 فول على طعمية، 2 بالسلطة الفنان. طبعا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نبدأ يومنا من غير سندوتش الفول على طعمية.
انا وهيثم احنا الاثنين بنفطر تقريبا نفس الفطار كل يوم. الفطار ده يعني مش سهل على البطن قوي، ولكن الصراحه ادكشن. يعني خلاص وانس ان انتوا كلتوه مره مش هتعرفوا ان انتوا تاكلوا حاجه غيره في الفطار. والمساله يا جماعه والله مش مساله توفير، احنا بنجيب الساندوتش من دول ب 10 15 جنيه، وبعدين بنطلع على كافيه هنا في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، بنشرب قهوه بحوالي يعني 10 اضعاف سعر الساندوتش. فالموضوع مضحك جدا، بنخش كافيه كده بسندوتشات فول والناس اللي حوالينا بيقعدوا مستغربين، يعني وانت ليه بتفطر سندوتش فول وطعميه وجاي تشرب قهوه ب 160 جنيه؟ فالموضوع غريب جدا، ولكن ده خلاص بقى روتين. زميلنا يا جماعه ساري طلع موجود هنا، فنروح نقعد معاه. يا رودينا، ايه رايك في الكاميرا الجديده؟ تحبيش تصوري؟ بجد والله تتكسفي؟ تتكسفي بجد؟ مفتوح بجد والله؟ ساري اهو يا جماعه صديقنا قاعد هناك، نروح نقعد معاه بقى. اول مره استخدم الكاميرا اكون شايف نفسي فيها. احلف هات امي. المفروض انا وهيثم دلوقتي متاخرين على الميتنج، فاضل لنا حوالي 10 دقايق. هيثم بس بيجيب سناك سريع. انت بتعمل ايه يا عم غريب حبيبي؟ ايه الاخبار؟ مولتو ده فطار يعني ولا ايه؟ ايه رايك في الكاميرا؟ حلو ها؟ هجيب لك واحد اصغر. عم غريب يا جماعه هو المين سورس بتاع السناكس بتاعتنا، يعني احنا اي وقت زهقانين بالليل نيجي لعم غريب. بصوا سوهاجي محترم يعني الصراحه، من اجمل الناس السوهاجيه اللي نعرفهم في حياتنا. حبيبي عامل ايه؟ لا سبيد والله يعني بس نيوترال. حبيبي يا جماعه معديين بالعربيه بيقولوا لي بقول لك هو سبيد في الحقيقه ريحته حلوه ولا وحشه؟ على فكره ناس كتيره قوي سالتني السؤال ده، ناس كتيره جدا. هو يعني هو ايوه ناس كتيره هو طالع عليه رومر ان هو ريحته وحشه، لان كذا حد طلع معاه عمل كده وبعد مره واحده. فسؤال لطيف ولكن في الحقيقه ما شمتش ريحه وحشه قوي يعني، مع انه كان بيعرق وبيتحرك، ولكن طبيعي يعني الراجل برضو ايه تعب معانا هنا في مصر، ولكن ما حسيتش الريحه سيئه. احنا نوقف تاكسي، احنا متاخرين، فاضل لنا خلاص يا دوبك 8 دقايق على الميل. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ايه رايك في الكاميرا؟ الحمد لله يا دوبك وصلنا في ميعادنا يعني، اهو برج القاهره يا جماعه، برج القاهره الجميل اللي المفروض هنكون بنعمل له شويه ريبراندنج الفتره الجايه. وهيثم اهو الجو حلو النهارده. نخش بقى يا جماعه نستمتع شويه بالمنظر ده. احنا كنا يعني شبه مساهمين في ايفنت حصل هنا من حوالي شهر ونص، بعدين اكتشفونا الاداره وقالوا لنا يعني احنا حابين ان انتوا تساعدونا نريبراند ونلطف الجو شويه. داخلين الاداره مدام كريستين. حاضر. حسن مع تيم الاستاذه كريستين. حضرتك داخل تصور ولا؟ لا انت داخلين ميتنج مع استاذ كريستين؟ ايوه ماشي انا بصور نفسي. ما ينفعش احنا معاك. بعد اذني. طب اهو انا عايز اصور نفسي. بعد التفتيش صور نفسك عادي. بعد التفتيش يا فندم اعمل اللي انت برضه بيرخموا على التصوير وانتم معزومين يعني، سبحان الله انتوا عازميننا يا جماعه، المفروض احنا نعمل لكم ريبراند، سيبونا نصور بقى براحتنا. اول رول هنعملها لما نعمل ريبراند للبرج يا جماعه، اي حد مسموح له يصور حتى وهو معدي في التفتيش اي حاجه، كله يا جماعه نعلق يافطه بره ستارت فيلمينج. انا على فكره عندي تاريخ مع برج القاهره يا جماعه، انا محبوس قبل كده بسبب برج القاهره والتصوير هنا، فيعني في تروما، ولكن عشان كده ايه المره دي انا داخل بقلب شويه، اللي هو خلاص بقى انتوا عذبتوني اخر مره، المره دي بقى سيبوني اصور براحتي. اهو برج القاهره يا جماعه من سنه 1961، متخيلين؟ احنا فعلا طالعين البرج، هتطلعينا؟ يس. احنا طالعين علشان ما تنزلش بقى ام الفيديوهات بقى، بس اشتهرت انا بسبب سيف ده. البيركس بتاعت ان انت تشتغل في البرج ان انت بعد ما خلصنا ميتنج يا جماعه كشك بيقول لهم انا ما طلعتش البرج من ساعه ما كان عندي 6 سنين، خلينا فاست تراك مدين. ايوه فاست تراك كده على طول من غير تذاكر ولا اي حاجه. ايه الدلع ده؟
بصوا من سنة 61 يعني قريب هيبقى عيد ميلاد البرج ال 65. متخيلين؟ حان الوقت يعني ان هو يتعمل له ريبراندنج، وعشان كده احنا موجودين هنا مع ميرنا ومع مدام كريستين اللي هي تعتبر برضو بنت لطفي لبيب. لو تعرفوا لطفي لبيب، هي دي بقى بنته اللي ماسكة حاليا البرج. جاهز؟ يلا بينا. ده حلمك بيتحقق. بس عايز اقول لكم على حاجه، انتظروا قريب قوي، قريب قوي في فكره هتطلع كل الناس تطلع فيها البرج. بصوا يا جماعه، ده مدخل البرج من جوه. بصوا معمول يعني موزيك محطوطه واحده واحده. المفروض بقى ان احنا دلوقتي واقفين في اللاين اللي هو يعتبر في اي بي بقى. عملنا سكيب لللاين ومستنيين البرج، مستنيين الاسانسير. احساسك ايه يا هيثم؟ احنا بيتعمل لنا في اي بي تور في برج القاهره قبل ما نبقى احنا مسؤولين عن البراندنج بتاع برج القاهره. احساسي مرتفع. هاي feeling very So if you're going to the panorama, you بصوا يا جماعه المطعم هنا. نطلع بقى المطعم على البرج. هو صحيح ممنوع حد يطلع لوحده؟ Yes. لازم جروبات. ها؟ مين المينيمم؟ Yes, 2 is the minimum, and if you are going to be solo, بيبقى حد is escorting you from the first step. لحد اخر ستيب. اوكي معايا. اوبا. صدقوا يا جماعه انا برضو ما طلعتش بقالي حوالي 5 سنين كده ولا حاجه. بصوا منظر القاهره من فوق حاجه الصراحه تفتح النفس. هناك اهو نادي الجزيره، النيل، وسط البلد، ميدان التحرير. ايه الاخبار؟ عامل ايه حبيبي؟ بصوا يا جماعه يعني القلعه باينه هناك اهو. خلينا نفرجكم. معلش الناس كلها بتتصور، فاحنا ايه بوظنا صور الناس كلها تقريبا. المفروض من هنا بقى بيبان الهرم، ولكن النهارده لا، طلع فوق شويه فمش باين قوي الهرم. ولكن عاده في يوم يعني يكون حلو شويه الهرم بيبان من هنا، وبيبان حتى اهرامات دهشور وسقاره. لما الجو بيبقى احلى بتعرفوا تشوفوا الاهرامات. ايوه ما ده لسه قايل بقى. انا ما سمعتش. لسه قايل كده. وكمان في ايام تانية بيبان سقاره ودهشور. اوه يس، ما سمعتش انا بس بص الصراحه فيو جميل. ده نهر النيل اهو، النادي الاهلي تتش. بصوا الجمال يا جماعه. انت بتطلعي كل قد ايه؟ Every time I come here. كل يوم يعني؟ Every time. انت بتيجي كم مره في الاسبوع؟ Maybe 3 to 4 times a week. اوبا. خير يا جماعه، ميرنا شغاله هنا في البرج، بتطلع 3-4 مرات في الاسبوع. تشوف بقى وهو والدنيا مطره والدنيا تراب، شافت الاوبشنز كلها. النهارده اي نعم الدنيا مطربه شويه فمش باين الهرم، ولكن الفيو حلو يعني. بصوا مع ذلك تقدروا تشوفوا النادي، الاوبرا، فيو جميل. رايك ايه في المنظر؟ رايك ايه وانت بتبص على المدينه اللي قريبا هنكونكر؟ مصر جميلة أوي من فوق. مصر من فوق. ها؟ مصر جميلة أوي. انا كل ما اطلع مع حد هنا يا جماعه يقول لي مصر جميله من فوق، صح؟ تعرف تشوف القلعه هناك اهي يا جماعه. فعلا مصر من فوق حاجه تانية يعني. من تحت برضو اكسبيرينس مختلف، ولكن من فوق يعني انت بتكتب اسامي الناس على زي كده. مية. ملف في وقت من برج القاهره حبيبي. الاسم فوق باللغه الفرعونيه، ماشي. وده وصف عربي انجليزي، وتحت اسم حضرتك واسم المكان وتاريخ اليوم اللي زرته في البرج، وبتخلص في دقيقه. حبيبي 100. فرصة سعيد. مش عايز تكتب اسمك على الورق بردي؟ عندك ها؟ تعرف تشوف بيتنا من هنا؟ لا الناحية التانية، بيت الناحية التانية، بيت ريشة هناك عند العمارة الطويلة اللي هناك. ميرنا ما تقول لنا فان فاكت سريع كده عن البرج. Okay, first of all هو 187 meters. ماشي بالعربي بقى. 187 متر. 187 متر. ها؟ That's first. Second انه اتبنى بدون ولا مسمار. دي بوينت مهمة جدا لازم تعرفوها. اتبنى بايه؟ I can explain later بقى عشان ده محتاج دوكيومنتري. ماشي. موفي عليها. اهو. امال ده ايه؟ ده اتبنى بدون ولا مسمار. دي حاجة. الحاجة الثانية انه البرج فيه 8 مليون قطعة موزايك. دول موزايك يعني ولا ايه؟ من بره. ها ماشي. ايه تاني؟ ايوه. What do you want to know more about? ادينا فاكتس كده. اتبنى سنة 61. يس ابتدوا يبنوا فيه سنة 1956. هل الحقيقة ان هم بنوه بفلوس كانت متبرعة لمصر؟ جمال عبد الناصر صرفها في حاجة تانية. هي كانت المفروض ان هو ادوله فلوس $2 مليون تقريبا عشان يعترف بولاد العم. يس
هو صرفها وبنى بيها البرج صح؟ ده كأنه يعني عملوه كأنه صباع كده. شوكة عبد الناصر زي ما بيقولوا. شوكة عبد الناصر. هي شوكة عبد الناصر. هي شوكة عبد الناصر. ماشي. ايه تاني؟ خلاص كده يا جماعه، عايزين تعرفوا فاكتس اكتر عن البرج، تعالوا بقى البرج. هي الويتنج اريا بتاعت البرج من فوق، يعني لو مستنيين بقى الاسانسير تيجوا. ستوب الاسانسير بيقف فيها. فالناس بتيجي تستنى لحد ما الاسانسير يجي بقى. اكزاكتلي. فانت الاسانسير بيقف هنا عند سكاي، بعد كده تضطر تطلع للبانوراما، وبعد كده عشان تنزل تحت برضه لازم تنزل. هو المطعم تحتينا صح؟ المطعم اللي هو بيلف تحتينا. I'll take you now. ماشي، نروح نتفرج على المطعم اللي هو بيلف كده 360 درجة، وانتوا قاعدين تبقوا مثلا شوية باصين هنا، وبعدين تاكلوا كده معلقة معلقتين تلاقوا نفسكم باصين هناك، وهكذا تفضلوا تلفوا لحد على ما تخلصوا الوجبة تكون يعني عملتوا لفة كاملة 360 درجة. بصوا يا جماعة، مصر الصراحة من فوق حاجة يعني تفتح النفس. نخش دلوقتي نشوف المطعم. احنا المطعم نقدر ننزل على السلم صح؟ Yes, نقدر ننزل على السلم. By the way, one of the most important information اللي تعرفوها إنه the revolving restaurant اللي في برج القاهرة كان أول مطعم في الميدل إيست and Africa that revolves 360 degrees. Another point برضه محتاجين تعرفوها إنه هو it's the only revolving restaurant في مصر. ماشي. Yes. بس انا فوجئت 360 degrees. في دمشق ان عندهم برضو مطعم بيلف وبرضو منظر، يعني ممكن يكون بقى اللي في دمشق بعد بتاع برج القاهرة. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ بصوا يا جماعة، اول ما تخشوا الارض تتحرك. اوكي. بص نتحرك اهو يا جماعة بالراحة. No, عشان هو it takes 45 minutes to complete اللفة لفة كاملة. 45 minutes. يعني تكونوا قاعدين كده يا جماعة بتتغدوا شوية، تلاقوا نفسكم بقى باصين على الهرم، شوية تلاقوا نفسكم باصين على النيل، وهكذا. يعني 45 دقيقة هتشوفوا مصر كلها وانتوا قاعدين بتاكلوا. فما توقعش حد هيجي يقعد في المطعم وهيجيله الاوردر ويخلص اكل قبل 45 دقيقة. الموضوع بيبقى يعني بياخد وقت برضه، فما بتحسوش قوي ان انتوا دايخين. وبكده يا جماعة يكون الميتنج والجولة بتاعتنا في البرج انتهت. نطلع بقى على الستيب الجاية، وده يا جماعة بقى الميتنج ما بعد الميتنج. نقعد بقى نفهم بعض اللي حصل في الميتنج، عشان ساعات بنطلع من ميتنجز مش فاهمين حاجة، فبنفهم بعضينا. كل واحد بيكون لقط فكرة فبيفهمها للتاني، ولا ايه رأيك؟ دلوقتي بندبريف النهارده الساعة 4:30 كده معانا ان شاء الله، يعني لحد يوم الاحد النهارده الاربعاء، عشان نديهم الفاينلايز بروبوزل ونقول لهم بالظبط بقى ان ديتيلز الحاجات اللي احنا هنعملها. انت عندك في القاهرة عندك فرقة لغاية كام؟ زي ما هو قال كده كله؟ انت ما كنتش مركز في حاجة يا جماعة. بصوا النادي برضه عالم. حاجة بقى يا جماعة، أول ما المغرب يدن والدنيا تبدأ تظلم كده، الواحد يرجع بقى البيت ويشتغل هنا، لأن الصراحة بيبقى بره الدنيا بدأت تبرد شوية، بيبقى جوه كده كوزي، تحسوا كده. بصوا الدنيا بره ضلمة حاجة خفيفة، وجوه الدنيا نور، الواحد يقدر يقعد يركز هنا شوية. فنقعد نخلص بقى بقية الشغل اللي معرفناش نخلصه بره، ان بره برضو الصراحه الجو بيخلي الواحد متحمس ان هو يضيع وقت كده ويقعد ويشرب شاي وقهوه وبتاع. فنقعد بقى شويه هنا فوكس سيشن، بحيث ان احنا نخلص اللي ورانا. بس قبل ما نبدا شغل يا جماعه، حابب ان انا افرجكم على حاجه جبتها معايا من سوريا، وحاجه كده تعتبر اكسسوري حلوه وانتوا قاعدين بتشتغلوا، حاجه يعني كده تروق لكم الدماغ تماما. خليني افرجكم. دلوقتي هنجهز المتة السوري. الكوباية دي او الكاسة دي جايبينها من دمشق، طبعا الراجل كتب لي عليها اسمي واسم سوريا. والمشروب ده المفروض ان هو معروف اكتر في الارجنتين، او مشروب ميسي المفضل زي ما بيسموه، ولكن هو بما ان ناس سوريين ولبنانيين كتير راحوا عاشوا في الارجنتين في القرن الماضي، فكتير منهم رجعوا الكالتشر دي
لسوريا ولبنان. غلينا شويه ميه وبعدين بتجيبوا الكيس اللي هو زي ده، حاجه زي الشاي كده، ولكن بيبقى مكتوب عليه جيربا ماتا، اللي هي الاسباني بيقولوا جيربا او الهرب ماتا او ماتا هرب. بصوا يا جماعه نفتح الكيس كده شويه نفضي بقى في لحد ما تتملي كده شويه، نسيبها على جنب. والاول المفروض من اللي انا فهمته منهم ان انتوا بتغسلوها بشويه ميه كده ساقعه الاول او تسقوها وبعدين بقى تحطوا الميه المغليه. فهنعمل كده، هي المفروض هتشرب الميه بتاعتها، بعد ما الميه تتشرب شويه هنروح حاطين بقى الميه المغليه ونبدا ان احنا نشربها. ممكن نحط بقى شويه سكر، ممكن نحط شويه عسل. انا في الحلقه دي النهارده هنحط عسل لان مش عارف، بحاول اقلل السكر شويه، احط منه كده شويه. لو واخدين بالكم يا جماعه انا المطبخ مش مكاني تماما. بسم الله. هو طبعا محدش بيعمل العك اللي انا بعمله ده، ولكن مش مشكله وبس. ونحط بقى يا جماعه الميه المغليه جوه بقى الماده. بصوا لو خدتوا بالكم الميه دلوقتي فوق اهي، البابلز اللي انتوا شايفينها دي معناها ان الميه بتتشفط بين بقى الحاجات اللي تحت دي وبتغوص لحد ما الجيربا دي يعني او الهربس تمتص الميه، فهيبدا بقى يبقى سائل تقيل كده شويه، تشربوه اكنكم بتشربوا يعني شاي. بعدين ينشف تروحوا حاطين تاني، طبعا دلوقتي يبقى سخنه شويه. لا والفكره ان هو قوي يعني زيه زي الشاي او القهوه كده، يخلوكوا فايقين وفي طاقه غير طبيعيه. فقلت سريعا كده اصور لكم ريفيو سريع عن الماده اللي اشتريناها من سوريا. تشيرز. عارف يا جماعه ان انا معودكم على الفلوجات اللي في تشيك اللي كلها اكشن، يعني كنا بنجري من الشغل للتمرين للصحاب لمش عارفه فين، نشتري عربيه، نعمل كذا كذا كذا. ولكن لسه يعتبر ان انا بتاقلم في مصر، لان اللي متابعني على الانستجرام او شاف الفيديوهات مؤخرا عارف ان انا يعني سبت اوروبا فتره كده وجاي اقعد في مصر، جاي احاول اركز اكتر على شغل الميديا الشركه بتاعتي هنا، وبرده يعني في نفس الوقت بشتغل في مستشفى هنا ايام او ايام لا، وبنحاول ان احنا نفايند البالانس من جديد. ولكن هتلاحظوا في الفلوجات دي كومبيرد للفلوجات بتاعت تشيك ان لسه الروتين يعني مش مستقر قوي زي الروتين اللي كنا ماشيين عليه في تشيك، لان في تشيك كان بقى لنا سنين كتيره فكان يعني خلاص الروتين بقى واضح. ولكن هنا في مصر طبعا برضو مع الفايب العشوائيه اللي موجوده هنا، ان هو على طول في حاجه جديده بتحصل وفي اكشن، وده حاجه حلوه يعني، حاجه انا بحبها شخصيا. بحب ان كل يوم مش شبه اليوم اللي قبله والاماكن مختلفه والكلام ده كله. فمعلش يا جماعه لو هتوهوا معايا اول كام يوم بس كده على ما تفهموا ان الحياه هنا مش ماشيه بنفس الروتين اللي كنا ماشيين عليه في اوروبا. ولكن هتلاقوا حاجات برضو بيسك، الحاجات الرئيسيه يعني مثلا ان احنا دلوقتي رايحين نتمرن. اي نعم مش رايح اتمرن بادل او سكواش لان كتفي مخلع ومضرب البادل راكنينه شويه، ولكن هنروح الجيم. هنحاول ان احنا تاني نرجع نقوي عضله الكتف لان بقالي شهرين تقريبا مصاب ومش عارف ان انا العب او يعني اي حاجه فيها استخدام للايد. والركبي دلوقتي هي بدات تتخلع، فالظاهر ان احنا لازم نتقبل بقى ان احنا بدانا نعجز شويه. ولكن نطلع بقى دلوقتي على الجيم ونراكم لسه قدامنا شوية فعاليات النهاردة قبل ما ننهي الفلوج، فخليكم معنا. بصوا يا جماعة جيت الجيم لقيت الوحش الكاسر ده. بقول بصوا يا جماعة جيت الجيم لقيت الوحش الكاسر ده. ايوه ورينا كده العرق وهو بيفرقع. ده ايه ابر بادي النهارده ولا ايه؟ النهارده ابر بادي. انا النهارده انا النهارده مجرد العوده للجيم يعني اي حاجه اي تمرينه كويسه. بس تعالى نتمرن. ايه ليج داي نظام؟ والله يعني الليجز محتاجه شغل اكتر من الفتره اللي جايه، بس انا كنت عامل ليج داي من يومين كده فلسه ليجز يعني حاسس بالوجع. هيثم يا جماعه الصراحه اللي حمسني اجي الجيم هو صحى من ناب كده بعد الظهر ولا ايه يعتبر بعد المغرب، قال لي يلا انا رايح الجيم. فقلت خلاص about تايم، بقالي شهرين تقريبا مريح، ولكن واحده واحده يا جماعه محتاجين نرجع. الكتف ده بس يرجع طبيعي هتلاقونا كسرين الدنيا. في نيوز كويسه. ايه قول. جبت فاكر البنت اللي كانت جون ماشي 3000 جنيه بس. الانجليزيه. هوبا يا جماعه هيثم يا جماعه اخر كام شهر
شغال معايا، فبنحاول ان احنا نكبر التيم وان احنا يعني نكبر الشركه بشكل عام. فلا هيثم يا جماعه كان اديشن خرافيه، هو رجع من امريكا، ادينا هم شغالين مع بعضنا نكبر التيم. وشغل معانا يا جماعه واحده انجليزيه شغاله يعني بتدرس في جامعه كامبريدج ب 3000 جنيه، ما تسالونيش ازاي، ولكن اديشن جميله للتيم حلوه، لان في ناس كتيره بتبقى عايزه تشتغل معانا مجرد ان هي تكتب اسمها على السي في ان هي اشتغلت معانا، عشان بعد كده لما يروحوا شركات اكبر واهم مننا يبقى اسمهم يعني ان هم عندهم خبره. بس برضه عايز الشركه بتاعتنا تكبر وتبقى اهم شركه في المنطقه، انت يبقى اسمك واحد من الناس اللي بتساعد في انها تتبني. بالظبط، احنا يا جماعه ستيبنج ستون، بس في نفس الوقت على ما يعملوا ستيب علينا هيكونوا احنا الستون. ايه الشغل الجامد ده؟ كبده زملكاوي دي مش كبده اسكندراني. بصوا يا جماعه، بعد ما نخلص الجيم الروتين بتاعنا ان احنا نيجي ناكل من عند عم تسوي. عم تسوي اهو، ابنه اهو، والراجل الجميل اللي بيطبخ لنا الاكل اهو. يعني اكل بيتي 100%. تتفرجوا على الاكل وهو بيطبخ قدامكم كانه اكستندد للمطبخ بتاعنا. يعني هم زي عائلتنا، هم خلاص حفظوا الاوردرز بتاعتنا، كل شويه بننزل ناكل قريبين من البيت يعني، فيا دوبك نيجي. حتى ساعات بنكلمه نقول له عندك اكل دلوقتي ولا لا، الحاجات اللي احنا عايزينها. ويعني مننا بقى عايشين لوحدنا بقى لنا فتره خلاص عزاب بقى، فايه مفيش حد يطبخ لنا، فبنيجي ناكل من عنده. واحلى حاجه الاجواء، يعني بصوا الشارع منور، لما الساعه 12 بالليل وقصاده على طول القهوه، بحيث ان احنا نخلص اكل نطلع على طول نقعد في القهوه مع اصدقائنا او مع زكي وباسم هناك. فاجواء اكل ونروح على القهوه ناكل ساعات بيوصلوا لنا الاكل على القهوه، فاجواء الصراحه كامله مكتمله. بصوا يا جماعه الله، اجواء بجد. المهم ناكل ونشوف الليله هتاخدنا على فين. يومنا يا جماعه بطبق فروت سالاد كده، فراوله على شويه كيوي على شويه مانجا. يبقى الفلوج بتاعت النهارده كده انتهى. من اسبوع تقريبا كده سالتكم على القناه، قلت لكم يعني حابين ان احنا نرجع تاني للفلوجات اليوميه ولا نكمل فلوجات سفر، وانتوا دبستوني قلتوا لي ان احنا عايزين فلوجات يوميه. فالنهارده يعني يعتبر بداية العودة بتاعتنا للفلوجات اليومية، فلسه واحدة واحدة يا جماعة نرجع في المود بتاع الفلوجات اليومية، لأن أنا يعني كنت متعود عليها في تشيك، ولكن أول مرة أبدأها وأنا في مصر، فهيبقى اكسبيرينس لطيف وهنستمتع بيه، وأتمنى إن احنا نمتعكم بيه كمان. فننهي اليوم بطبق الفروت سالاد الجميل ده. كالعادة استنونا بكرة في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then, take care and safe travels.